ازيكم عاملين ايه؟ تعالوا النهارده بقى نعمل مع بعض عيش الحبة الكاملة. عايزة اقول لكم خفيف جدا وصحي ومغذي وخفيف كده على المعدة. فتعالوا بقى نعمله بطريقة حلوة قوي وسهلة جدا. مفيش فيهم رغيف مكتوم، كله منفوخ. بس يا ريت قبل ما ابدا ما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب. في الاول كده جبت معايا كوباية مية، حطيت عليها معلقة سكر صغيرة ونص معلقة كده من الملح. نزلت عليهم كمان بمعلقتين صغيرين من الخميرة الفورية. هقلب ده كده كله مع بعض كويس لحد ما الخميرة تدوب. وبعدين هنزل عليهم بنص كيلو من دقيق القمح الكامل. انا هنا استخدمت نص كيلو بس. طبعا انتوا لو هتستخدموا كيلو هتضاعفوا الكمية. هنعجن بقى الكلام ده كله مع بعض، وهنخلي جنبنا كده نص كوباية مية. لو احتاجت مية هنزود. العجينة بتاعت العيش ده بتبقى طرية بس مش بتلزق في الايد. نفضل نعجن كده فيها كويس علشان العجن مهم جدا. بصوا ده شكلها بقى كده. هنسيبها ترتاح، مش هنسيبها تخمر خالص، دي هترتاح بس 10 دقايق. هجيب بعد كده رشة من دقيق القمح الكامل او ممكن من الردة كمان. وهفرد بقى، هقطع العجينة كور صغيرة قد البيضة كده. وهفرد كل كورة رغيف صغير. هفضل افرد لحد ما اوصل للسمك ده. ولا تخفف ولا ترققوه ولا تخلوه تخين. يعني لو رقيق قوي مش هينفخ معانا، ولو سبتوه تخين هتبقى فيه لبابة من جوه جامدة قوي، وهتحسوا ان هو تقيل كده. ده السمك المطلوب. بس هخلص الكمية كلها، وهكون مولعة على طاسة او صينية ألمونيا بقى او تيفال. تسخن كويس جدا. عايزاها تبقى سخنة قوي. وانزل عليها بالعيش كده رغيف رغيف، برضو مش هسيبه يخمر خالص. انا اول ما اخلص الكمية كلها هبدأ بقى اسوي. وابدأ من اول رغيف عملته، اول رغيف فردته هبدأ بيه هنزله. بس شايفين بينفخ معايا ازاي؟ هنقلب بقى كل 3 ثواني كده، نقلب على كل جنب شوية. مش هنسيبه، مش هنطول عليه عشان ما بياخدش وقت خالص. ولازم نقلب فيه كل شوية، كل 3 ثواني نقلب في الرغيف علشان ينفخ. بصوا ما شاء الله كله مفرغ من جوه ومفتوح. مفيش رغيف فيهم مكتوم. يلا بقى لو ما اشتركتوش في القناة انزلوا دلوقتي اشتركوا عشان يوصل لكم كل الوصفات اللي بنزلها. بصوا بينفخ ازاي. تحفة جدا ما شاء الله. والله العظيم يتاكل كده حاف. طعمه تحفة وخفيف جدا. بس خلصت كده الكمية كلها. بصوا كله منفوخ ومفرغ وتحفة والله، اصلا يتاكل كده. مفيش فيهم رغيف مكتوم زي ما قلتلكم. وسهل جدا، ما بياخدش اي وقت. واهم حاجة ده ما بيخمرش، ده ما يتسابش يخمر. لو خمر هتلاقوه كتم في بعض. دي احلى طريقة واظبط طريقة انا جربتها. فياريت بقى تجربوه وتقولوا لي رايكم، ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب. وان شاء الله استنوني في وصفات تانية هنعملها بدقيق القمح الكامل. بس كده. باي.